كل اللي انا عايزه انك ما يتنصبش عليك. والله العظيم ما طالب حاجه تاني غير كده. دلوقتي انا قاعد بتفرج على اليوتيوب، لقيت واحد بيقول لي نزل ابلكيشن فلان الفلاني هتكسب قد كده وهتعمل قد كده. خدت بعضي ونزلت جبت العربيه ونزلت الابلكيشن بتاع فلان الفلاني اللي هيدخل لي قد كده. جت الشركه ديت بعد منها بفتره قفلت. فلان الفلاني اللي عمل الاعلان والشركه اديته فلوس خلاص بينزه على نفسه والفلوس في جيبه وبيصرف، وانا جبت العربيه من اجله ومن اجل الشركه اللي طالع عمل لي عليها دعايه، ومش عارف اروح فين ولا انا بعربيتي ولا عارف اروح فين بالابلكيشن اللي الشركه سابته وقفلت ومشيت دي. ايه الضمان ان انا اخليك تنزل الابلكيشن واخليك تجيب العربيه؟ ايه الضمان ان الشركه دي تكمل؟ زي الكباتن اللي راحت جابت عشان ضبسي اخونا في الله محمود السوري، زي ما انتوا شايفين كده كان بيطلع بالصوره والاعلان ورا منه. ناس نزلت جابت عربيات بسبب شركه ضبسي وابتدي عليه، مش عارفه تعمل ايه. اقسم بجلاله الله، وموفي ات وبيب بيب واسامي غريبه كده. هل انتوا حابين ان الناس تشوف ان الاعلانات ديت وتنزل تنفذ وترجع تغني ظلموه؟ مدحته قد ايه في موفي ات، مدحته قد ايه في بيب، مدحته قد ايه في ضبسي، شركات بالهبل مدحته فيها قد ايه. علاء الدين دي مش كانت قديمه واشتغلت تاني؟ الله اعلم بقى هترجع ولا مش هترجع وشغاله ولا. محدش فاهم لهم حاجه. بصوا انا بكلمكم معلش عشان انا بس ايه بقى درامي شويه، ورق مكشوف. هلعب كده مش هلعب كده، تمام؟ هلعب ازاي؟ هلعب كده، تمام؟